السلام عليكم ومرحبا بكم. كنتمنى تكونوا في احسن حال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال كيكه الميريندينا الاقتصاديه بمقادير متوفره سهله في التحضير وكتجي بنينه بزاف تماما كيف ديال الحانوت. قبل ما نبداو في الوصفه ما تنساوش انكم تدعموني بالاعجابات والاشتراك في القناه بغرض الاستمرار ان شاء الله. ودابا نخليكم مع مكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. نبدا معكم. كنديروا 5 البيضات، يعني يكونوا في الحراره ديال المطبخ، ما يكونوش بزاف باردين باش هكا يطلع لك لاجينواز مزيان. كندير واحد القبيصه ديال الملحه، من بعد كنبقاو نخلطوا بالخلاط حتى كنشوفوا القوام ديال البيض تغير، يعني سنيده حسب الذوق. كديري نص كاس، كديري كاس على حسب الذوق ديالك، وباش تجيك لاجينواز مفشفشه وزوينه كما قلت لكم الحراره ديال البيض خصها تكون يعني من خافضه. كنزيدو نعززوها بهاد المياه السخونه اللي كنديرو 2 معالق كما شفتوا معايا ديال الماء. كنبقاو نخلطوا. راكم كتشوفوا معايا القوام ديال البيض كي كيتغير مزيان، كيزيد يطلع. كنضيفوا نص كاس ديال الزيت، يعني كنبقاو نضيفوا المقادير بشويه بشويه. كيس ديال الفاني كما كتلاحظوا معايا. كنديروا واحد الخميره، يعني هذه خميره من فيها 11 غرام. كندير فيها معلقه، يعني ما يعادل 7 غرام. كنخلط مزيان حتى كيتخلط ليا الخليط مزيان كما كتشوفوا معايا. ضروري من تخلط شويه، وحتى الا ما كانش عندكم الباتور ممكن تخلطوا غير بيدكم. كما كتشوفوا القوام كيجي تاع لاجينواز. من بعد كنضيفوا طحين يكون نوعيه زوينه ممتازه. كنغربلوه باش الا كانوا هكا شوائب ولا شي حاجه كنحيدوها. واخا ما تيكون فيه والو كيكون زوين، يعني غير بنادم باش يبقى مرتاح. كما كتلاحظوا معايا غنغربل الطحين. يعني حسب الخليط، ماشي ضروري نقول لكم بالضبط شحال. ممكن 5 المعالق، ممكن يهز معكم 6 المعالق، على حسب البيض. الا كان البيض كبير بزاف قداش ما كان البيض كبير بزاف غادي تزيدوا معاه الطحين. كنخلطوا هكا بشويه بشويه، ما كنحاولوش ندخلوا الهواء لداخل، يعني غير شويه حيت كنحركوا. من بعد كنهزوا هاد السباتولا كنبقاو نحركوا بها غير بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا. كنحرك غير بشويه باش ما يخرجوش دوك الفقاعات بزاف يعني باش ما يهبطش لينا لاجينواز ديالنا، باش ما تهبطش بزاف. من بعد كنحركوا بشويه حيت كنحسوا بان خص ضروري تزيدي واحد المعلقه ولا كتزيدي شويه باش يبقى القوام ديال لاجينواز زوين. ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، وميم طون ما خصهاش تكون جاريه بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي بين وبين. من بعد كنجيبوا اللاطه اللي غادي نديروا فيها لاجينواز. كنديروا فيها كاغيط ديال الزبده صافي. كتخوي الخليط، كتدخليه للفران على الحراره 200 ولا 150. كتشعليه غير لتحت الفوق، ما كتشعليش، كتخليه غير لتحت حتى كتشوفيها طلعت. من بعد كتشعليه الفوق باش تحمر وصافي حتى كطيب. كتاخذ واحد الوقت ديال 15 دقيقه ماكسيموم، ما تفوتوهاش. من بعد كناخذ الكاس اونص ديال الحليب، كنزيد معاه الشوكولات يعني كاوبيل. كندير معاه واحد شويه الشوكولات كندوبو. كما كتلاحظوا معايا لاجينواز خرجتها، غادي نحيدها، غادي نقسمها على 2. بهذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا كنقسموها على 2 بالتساوي باش كتجي، حيت كديري وحده فوق وحده كتجيك مقاده. حاولي تعبري يعني بالمسطره ولا عينك، ميزانك الا كتعرفي تعبري غير بعينك صافي.
كما كتلاحظوا معايا كي كتجي. من بعد كنديروا هذيك لا كريم ديال الشوكولات، كتكون شويه هكا مطلوقه، كنسرحوها مزيان فوق من لا جينواز. من بعد كنغطيوها بالغطاء الثاني صافي، وكتعاودي تاخدي البركه تخرج لك تقريبا 12 قطعه ديال الميريندينا. كتخرج لك هاد لا جينواز هادي، كتحاولي تقطعيها على 3، ومن بعد كدوزي تعاودي تقسميها بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا كيف ما كتلاحظوا معايا شي كتجي في التقطيعه ديالها. كنعاودوا ندوبوا الشوكولات اخر من غير الشوكولات اللي درنا كثيروا في وسط من لا جينواز ديال الميريندينا. كناخذوا غير الشوكولات دابا، ما كنزيدوا معاه وما كنضيفوا معاه والو، من غير الا بغيتي تضيفي معاه 2 معالق ديال الزيت. خصو يذوب في بان ماغي، يعني في حمام مريم، ما تذوبوش منه للنار. وكيكون هذا هو الشكل ديال الميريندينا اللي حضرت معكم. كيجيو زوينين بزاف. نتمنى انكم فعلا تجربوها وتشاركوني تعليقاتكم كيفاش جاتكم. واذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم وصلوا الفيديو لاكبر لايكات وشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. وإلا كنتوا جداد في القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. ودابا غنفتحوا وحده، شوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي الصراحه زوينه هشيشه ورطبه، غزاله بزاف. الى اللقاء، السلام عليكم.